الانزلاقات الغضروفيه بتيجي ل 75% من الفئه دي. 75% من لعيبه الجمباز معرضين للاصابه بالانزلاق الغضروفي او القرص المنفتق. طب يعني هو الجمباز بس؟ لا، بص يا سيدي، اي العاب او اي انشطه بدنيه فيها ثني للعمود الفقري بصوره متكرره ودورانات للعمود الفقري بشكل عنيف وضغط متكرر او تحميل زايد على الفقرات الظهريه بتخليك معرض لاصابات الانزلاق الغضروفي او القرص المنفتق. طب العاب زي ايه؟ عد معايا: كرة القدم، الرجبي، التنس، المصارعة، الجمباز، حتى الجولف عشان فيه دورانات كتير بيخليك معرض للإصابة بالانزلاقات الغضروفية. قبل ما اقول لك رحب معايا بعزت، ما تنساش تعمل فولو لينا هنا على الانستجرام وعلى البلاتفورم التانية تيك توك والفيسبوك، وسبسكرايب على اليوتيوب، بقينا بننزل فيديوهاتنا على اليوتيوب دلوقتي. وكمان لو محتاج مساعدة في برامج التدريب والتأهيل سيب لي كومنت او ابعت دي ام وهرد عليك. طب عشان نفهم ازاي الديسك او القرص المنفتق او الانزلاق الغضروفي، خلي بالكم ليها مسميات كتير جدا بتحصل، لازم نستعين بعزت. والنهارده هنستعين بالعمود الفقري بتاع عزت. ركز معايا، احنا عندنا هنا 33 فقره طبعا كلنا عارفين، 7 في العنقيه، 12 في الصدريه، 5 في القطنيه، و5 في العجز، و4 في العصعص اللي هم مندغمين مع بعض. طيب دي الفقرات نفسها، العظم نفسه اوكي، اللي هو ده العظم نفسه، دي الفقرات. فين بقى الديسكات او الانفرتبرال ديسك؟ الديسك عندنا 26 ديسك فقط، بواقع 6 في العنقيه و12 في الفقرات الصدريه و5 في القطنيه. فين الديسك ده؟ ده الديسك. شايف العلامه او الشريطه البيضاء الصغيره اللي في النص دي؟ انا عايزك تتخيلها معايا ان هي زي كوشن او زي مخده بتفصل ما بين العظم ده. طبعا لما اقول لك حاجه زي مخده ما بين العظم يبقى تقريبا دورها ان بيكون بيقلل الفريكشن او بيقلل الكومبريشن فورسز او الضغط اللي بيحصل على العمود الفقري بشكل يومي. طب ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي، لان كالمعتاد اللي احنا بنقوله غالبا محدش بيشرحه، وما تفهمش بقى الناس يعني بخلنا بمعلومتها او هيروحوا في الدنيا الثانيه بالمعلومه، انا مش فاهم ليه. المهم يا سيدي ان احنا عندنا ده العمود الفقري. ركز معايا، احنا قلنا ان دي الفقرات الظهريه، وقلنا ان ده الديسك. الديسك ده انا عايزك تتخيله معايا ان هو عامل زي علبه التونه بالظبط، علبه التونه اللي هي مقفوله من بره بحاجه ناشفه. الحاجه الناشفه اللي بره دي اسمها الانيولس فايبروسيس او الحلقه الليفيه، اللي هي البيضه اللي بره دي. لو فتحنا البيضه اللي بره دي، او لما تشوف واحد عنده الديسك، يعني ربنا يحفظنا جميعا يعني، او يشفي اي حد تعبان، بيكون في ماده جوه جيلاتينيه. الماده الجيلاتينيه دي اسمها النيوكليوس بولبوسس او النواه الليبيه، وبيكون مقفول من فوق ومن تحت هنا بحاجه اسمها الفيرتبرال اند بليتس. ده كده الشكل بتاع الديسك. طيب قلنا ان دي الفقرات وقلنا ان ده الديسك. طيب المشكله برضو بتيجي منين؟ بص يا سيدي ركز معايا، ده العمود الفقري، وعندنا هنا حاجه اسمها السباينس بروسيس، والعظمتين دول اللي هم طالعين بالشكل ده كله دول الترانسفيرس بروسيس، ودول بيكونوا معايا مفصلين عند كل فقره اسمهم الفاسيت جوينتس او المفاصل الوجهيه. يعني كل فيرتبرت من اللي قدام دول ماسكهم من ورا مفصلين جنب بعض اللي هم هنا، اللي هم الفاسيت جوينتس. دول بيخلوا في حركيه، اللي احنا بنعرف نتحرك في العمود الفقري بالثانيه او بالمد او بالدورانات اليمين والشمال. لحد كده كويس. طيب انت شفت معايا المنظر اللي ورا ده اللي هو العمود الفقري، وشفت معايا الفقرات الظهريه. في النص ما بينهم بقى دي اللعبه كلها. ايه اللي بيحصل؟ ركز معايا. لو انا حصل لي ضغط هنا في فقرات ضغطت على بعض لاي سبب من الاسباب، مثلا على سبيل المثال نزلت شلت حاجه تقيله من على الارض وكان ظهري في وضع الثاني، يعني ظهري مرمي لقدام، ايه اللي بيحصل؟ الضغط اللي بيحصل ورا هنا، الضغط اللي بيحصل في الجزء الخلفي ده، في هنا طبعا ده هيكل فمش باين فيه، بس هنا في مسافه ما بين الفقرات دي وما بين الحته اللي في ايد الظهر ده. دي القناه اللي ماشي فيها النخاع الشوكي، وغير النخاع الشوكي بيكون ماشي فيها الاعصاب. طيب الاعصاب دي انا عايزك تتخيلها معايا، بيكون فيها هنا من ورا، المفروض يعني تبقى شايفها معايا، طرف يمين وطرف شمال، حاجه اسمها النيرف اندنجز، طرف يمين وطرف شمال. وفي النص بيكون هنا في ظهر العمود الفقري ده بالظبط في مجموعه من الاعصاب اسمها الكودا اكوينا. اتمنى تكون متخيل معايا الوضع. احنا قلنا عندنا الديسك ده لو حصل عليه ضغط، الضغط ده هيبقى للخلف ورا الديسك بالظبط في اعصاب، عصب يمين وعصب شمال واعصاب في النص. بناء على مكان الاعصاب ده والموضع اللي حصل فيه بروز للماده الجيلاتينيه اللي جوه الديسك اللي مقفول ده،
يعني لو حصل بروز ناحيه اليمين وخبطت في العصب اليمين، هنفترض ان مثلا جت في ال L5S1 ودي من اكتر الحاجات او الانزلاقات اللي موجوده، اللي هي العجزيه القطنيه الخامسه والعجزيه الاولى. في الحاله دي لو البروز او البروتروجن او الخروج من الديسك بقى ناحيه اليمين، غالبا هحس بتنميل في رجلي اليمين لحد صباع رجلي اللي تحت، صباع رجلي الثاني. طب لو انا مثلا في ال L4 L5، ساعتها هحس بالالم اكتر متركز مثلا ناحيه رجلي من ورا. ده كده ببساطه شديده فكره الديسك. فكره الديسك ان في حاجه فاصله ما بين الفقرات، الحاجه دي ماده صلبه من بره وماده جيلاتينيه او حاجه طريه من جوه. لما الماده اللي بره دي بيحصل لها زي انفتاق او باي سبب من الاسباب، الماده اللي بره دي بيحصل لها نوع من الضغط او بتتفتح حاجه بسيطه، بناء على كم الضغط وخروج الماده الجيلاتينيه من جوه بنبدا نحدد نعرف انت عندك ديسك بالج ولا هرنيشن، ودرجه الديسك وضغطه فين، وبناء على الضغط اللي هي ضغطه فين ده اللي بيخليك تحس بالالم سواء في رجل اليمين او في الشمال او في رجلتين او ايا كان. ده كده باختصار فكره الديسك او القرص المنفتق او الانزلاق الغضروفي.